وادي احبائي اكتر من نص كيلو او نقول نص كيلو طحينه من 8 كيلو طحينه. اشكركم واقول لكم يا رب اكون عملت حاجه عجبتكم، واقول لكم الى اللقاء في وصفه جديده. باي باي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما عملنا الكاتشب في 5 دقايق هنعمل اكبر كميه طحينه باحلى طعم في 5 دقايق. يلا بينا. ده ربع كيلو طحينه، انا هاخد نصه كمان، يعني انا هاخد نص، ده يبقى 8 كيلو طحينه. هيتعمل على مرحلتين. ده رغيف شامي ماشي، ومعانا الخل والثوم والليمون، رشه كزبره، رشه جوز الطيب، رشه بسيطه جوز الطيب بتفرق جدا في طعم الطحين، ورشه كمون. المرحله الاولانيه بتاعتنا ده رغيف شامي، ده اللي هيكبر معانا الكميه، وصدقوني جميله خالص 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 الطريقه دي، وهتوفر لكم كتير جدا. يعني انا اولادي مثلا بيحبوا الطحينه جدا، فهنقطع العيش الشامي كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وابوشه فنجان ميه او فنجانين ميه. هسيب الكلام ده كده يبوش مع بعض، هسيب الرغيف يبوش في الميه، ميه بارده. في بيعملوها بميه سخنه، بس ايه يعني انا عايزه اقول لكم ان بتفرق ايوه، بتطلع حلوه، لكن فيها شويه شك، يعني ممكن عيالكم يكتشفوا الموضوع. فميه بارده بيكون افضل بكتير. حد بيعملها بميه سخنه، بس لا، هي بميه بارده. هنقول على طول كده الخل بتاعي اهو، وادي الطحينه بتاعتنا. هحط نصها يعني كده. ادي بقى غاليه قوي يا جماعه. هقلب الكلام ده، وهجيب ميه مغليه. دي كوبايه ميه مغليه، كوبايه، يعني ضعف كميه الطحينه. بنحط الثوم ورشه الكمون، كزبره بالشكل ده، وانا دقه الثوم بملح، فانت هتشوفي الملح والملح. عايزه اوريكم حاجه، اللي انا عملته ده ضعفنا كميه الطحينه من غير عيش، فانت هتضعفيه مره تانية بالعيش. شوفي حبيبتي الطحينه بتاعتك اهي تقلب. دي الطحينه اللي عملناها قبل كده، فاكرين الطحينه اللي قلنا هنضعفها حلال مش حرام؟ طيب هو الرغيف ده حرام؟ لا يا جماعه، في فرق بين حلال وحرام. ان في ناس بتعمل الطحينه من غير طحينه اصلا، دي حرام، يعني دي فيها ظلم كبير. لكن الطحينه دي بنكترها بالعيش، وفي يعني مش عايزه اقول لكم 3/4 المطاعم والعربيات اللي في الشارع والمطاعم الشعبيه بيكتروها بايه؟ بالدقيق، وبتعجبكم جدا، وبيبقى لونها ابيض، وبنسال دي معموله ازاي، بتبقى متكتره بالدقيق. هضرب الكلام ده في الخلاط مع الطحينه، وطبعا هنزود شويه ميه. بعد كده هنحط الليمون. هضرب الكلام ده، الطحينه اللي عملتها اللي ضعفت اوريدي، لا احنا كمان هنضعفها كمان بالعيش، وصدقوني من اجمل الطحينه اللي هياكلوها اولادكم
وطبعا مش هكتش في رغيف العيش. هحط شوية مية صغيرين عشان يدور معانا الخلاط ونشوفها محتاجة قد ايه. عايزاكم تشوفوا التمن طحينة عمل لنا قد ايه. ايه رأيكم؟ شايفين الكمية قد ايه؟ ناقصنا الليمون، هنحطه وندوق الطعم. في حبايبي بيحبوا الشطة، هنحط كده رشة شطة. وبكده كمية الطحينة اتضاعفت بشكل كبير جدا. أقول لكم أشكركم، وإلى اللقاء في وصفة سهلة وموفرة، تحدي كبير للأسعار. باي باي. وادي أحبائي أكتر من نص كيلو، أو نقول نص كيلو طحينة من 8 كيلو طحينة. أشكركم وأقول لكم يا رب أكون عملت حاجة عجبتكم، وأقول لكم إلى اللقاء في وصفة جديدة. باي باي.